السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحه جيده، وشكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الرائعه. اليوم غادي نشوفوا بعجين واحد، غنشوفوا مسمن وملوي، يعني مسمن مربع والملوي الغني عن التعريف. اللي غنديروه بواحد العجين اللي كيجي رائع جدا زوين. غنديروه بالفينو وفيه كميه قليله ديال الدقيق الابيض. فطريقة التحضير من أسهل ما يكون. نمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة. خديت هنا نص كيلو ديال الفينو او دقيق القمح الصلب 500 غرام. نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. غنزيد معها كاس ونص ديال الدقيق الابيض القياس بالكاس ديال العنبه، شويه ديال الملحه، وراس معلقه ديال خميره الخبز الجافه، معلقه غير صغيره. كنديروا كميه قليله بزاف باش تطلق لينا العجينه دغيا، يعني ما تعطلش لان الجو بارد بزاف. الا كان الصيف فلا داعي، يعني ما تحتاجوهاش. غادي نخلطنا هاد النواشف وانا غنجمعهم بالعجانه. نتوما تقدروا الا بغيتو تعجنوا بيديكم اللي بغيتو. غنجمعوها بما دافي لان الجو بارد. كان الجو سخون فغديروا غير الماء من الروبيني. كنزيدوا الماء بشويه بشويه. بغينا عجين رطب ولكن ماشي مطلوق، وعجينه المسمن كتبغي تدلك مزيان. هذا هو الشكل ديال العجين، عجين اللي رطب ومازال غادي يرتاح وغادي يزيد مازال يتطلق. غادي نشكلوه على شكل كره، ندهنوه بشويه ديال الزيت، ودهنت هنا هاد التبصيل، وغادي نحطو فيه العجين ونغطيوه ببلاستيك غذائي ونخليوه يرتاح. كنخليوه واخا غير 5 ديال الدقائق الا ما عندكمش الوقت، وغادي نقطعوه لكويرات. غير ما تخليوش بزاف، وخصوصا الا كانت الكوزينه دافيه باش ما يخمرش. انا غندير هنايا الملوي الحجم ديالو شويه كبير، والمسمن مربع بما ان غيكونوا كل مسمنه فيها 2 كرات درتهم صغيورين. صافي غطيته وخليته يرتاح. هنا المده المهمه في الراحه هي هذه. وغادي نوجدوا الخليط اللي غنفرقوا به. انا خديت هنايا الفينو، زدت ليه قياس ديال معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. ممكن ديروا خليط ما بين الفينو وسميده رقيقه، وممكن تزيدوا معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. وللاشاره انا هذا الخليط راه ما استعملتوش كله لان كنديروا غير شويه. هنا انا بديت كنورق بخليط ما بين الزبده مذوبه والزيت. الا كانت زبده حيوانيه طبعا احسن. غير الكميه ديال الزبده انا كنديرها غالبه على الزيت، يعني الزيت كندير كميه قليله غير شويه. كندهنوا سطح العمل وكنبداو نورقوا كما كتشوفوا. كنحاولوا نطلقوا العجين مزيان، يعني نجبدوه مزيان حتى كيولي سطح العمل كيبان، والفينو كيساعدنا. فهو ملي كيرتاح انا خليته تقريبا واحد اكثر من ساعه، يعني قريب لساعه ونص، ماشي مده كثيره. فكيولي كما كتشوفوا سهل بزاف في التوريق. ما نساوش الجناب لانهم كيبقاو غلاظ. من بعد كنرشوا العجين ديالنا بخليط الزبده والزيت، ومن بعد غنرشوه بشويه ديال الفينو اللي خلطنا معاه خميره الحلويات. ما نكتروش الفينو لانه كيقصح لينا العجين، والعجين عندنا رقيق بزاف فكيتقطع. ملي كنبداو نقرصوه في الاخير كيتقطع لينا الا كان الفينو كتير. وكنطويو بهذه الطريقه هذا الملوي. ومن بعد عاد غنشوفوا المسمن مربع. كنطويو كما كتشوفوا كل نص كنطويوه على 2. كنرشوا شويه ديال الزبده والزيت والفينو على هذوك الطيات اللي درنا، وكنكملوا نطويو على 4 بهذه الطريقه. كنرشوا شويه ديال الزبده والزيت مره اخرى وشويه ديال الفينو، وكنطويو طيات اللي يكونوا على شكل مربع، طيات اللي مرخوفين ما نزيروش يدينا. وهاد الجناب كنخشيوهم هنايا بحال هكا، وكنجمعوا الملويه ديالنا بهاد الطريقه. يدنا كتكون داخله لداخل في الملويه، وكنقلبوها نسدو مزيان هادوك الجنيبات صافي، وكنحطوها كترتاح.
وهنا غنشوفوا وحده اخرى طلقنا العجين وكنرشوه بالزبده والزيت، نرشوا ايضا الفينو وكنطويو بنفس الطريقه. سبق لي ودرت معكم العديد من الطرق ديال الملوي، فانتوما غتشوفوا الطريقه اللي ارتحيتوا فيها في الخدمه، فممكن تستعملوا هاد الطرق كلهم ممتازه. حتى الطريقه اللي درت معكم مؤخرا هي طريقه جد مميزه، وحتى هذه كما كتشوفوا زوينه وسهله. كنرشوا خليط الزبده والزيت والفينو وكنطويو. كنستمروا حتى نكملوا العجين ديال الملوي كله. من بعد غندوزو للمسمن مربع. المسمن مربع انا درت كرات شويه صغار لان غنديروا وحده وسط وحده. نطلقوا العجين بنفس الطريقه. دائما كندهنوا سطح العمل وكندهنوا يدينا وحنا كنورقوا باش ما كيبقاش العجين ناشف ويتقطع لينا، ولا تقطع واحد شويه معليش. كنرشوا خليط الزبده والزيت وشويه ديال الفينو ونطويو على 4 بالطريقه العاديه اللي كنحضروا بها الرغايف. كنعاودوا الزبده والزيت هنايا نرشوها شويه ديال الفينو ونطويو. نحطوها جانبا وندوزو للثانيه، نطلقوها ونرشوها بالزبده والزيت وشويه ديال الفينو. ما نكتروش الفينو دائما. وكنحطوا المسمنه الاولى وسط هذه، كنحطوها مقلوبه. الجهه اللي طوينا عليها هي اللي تكون في الاسفل، وكنطويو على الجهه الثانيه وكنجمعوا الجناب بهذه الطريقه. رشوا الزبده والزيت شويه ديال الفينو وكنكملوا نطويو على 4 بالطريقه العاديه اللي كنحضروا بها الرغايف، ولكن النتيجه بهذه الطريقه ديال التوريق راه كتكون رائعه. هنا بعد ما كنكملوا العجين اللي عندنا كله، انا غنطيب هاد المسمن مربع هو الاول. المقله ديالنا اللي ثقيله تكون سخونه وكنبسطوا. هنا هاد المسمن مربع كنركزوا على الجناب، كنبسطوا مزيان الجناب، كنبسطوا حتى الوسط، ولكن كنركزوا على الجناب باش ما كيبقاوش لينا غلاظ. كنحطوها على الجهه الاولى في المقله. انا ما دهنتش المقله قبل، كنخليوها حتى كتبدا تحمر من الجهه الاولى ونقلبوها. كنخليوها كذلك على هاد الجهه الثانيه. كنبداو ندوروا كما كتشوفوا باش كيتحمر لينا مقاد، فكتبدا المسمنه كتحل من الداخل كتنفخ. النار ما تكونش مهيله، ملاحظه مهمه. النار تكون شويه متوسطه باش كيتنفخ لينا المسمن كما كتشوفوا وكيجي مفروق من الداخل. المهم نتوما اللي كتحكموا في النار. الا كنتو غير كتحطوا العجين كيتحرق فنقصوا شويه النار. كنبقاو نقلبوها حتى كتاخذ اللون ذهبي من الجهتين بجوج صافي وكنحيدوها. هنا غندوزو للملوي. الملوي العكس، كنبسطو مزيان الوسط، يعني كنقرصوه من الوسط مزيان وجناب شويه ماشي بزاف. عموما المسمنه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. كنحطوها على الجهه الاولى وكنخليوها ما نقلبوهاش مباشره حتى كنحسوا بها بدات كتحمر. ونقلبوها للجهه الثانيه. كنبقاو نقلبوها حتى كتحمر من الجهتين بجوج. وإلا كنتو غتحتفظوا به في المجمد ما تحمروش بزاف. فملي كتنفخ لينا الملويه هذا دليل على انها غتجي محلوله من الداخل، يعني راه الملوي ناجح. كنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الملويه. هنايا ملي كنحيدوا الملويه من المقله كنخليوها غير واحد شويه كتبرد، ماشي تبرد بزاف، وكنبداو نحلوها بهذا الشكل. كنضربوها من الجناب فهي كتحل وكيجي ملوي اروع من رائع. صافي حتى كنكملوا الكميه هذا الملوي والمسمن مربع كما كتشوفوا. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها بصحه وراحه لانها تستحق. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفات جديده باذن الله.